السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد الحنجور وهنتكلم في حلقة جديدة على قناة عظماء بلا مدارس. حي العجوز من أقدم الأحياء السكنية في محافظة الجيزة. بس يا ترى هي مين الست العجوز؟ وعملت إيه عشان الحي يتسمى باسمها؟ بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. العجوزة هي نظلي هانم بنت سليمان باشا الفرنساوي، وده يبقى مؤسس الجيش المصري في عهد محمد علي باشا، وجه لمصر مع الحملة الفرنسية. بس هو حب مصر جدا، فقرر ما يرجعش فرنسا ويكمل حياته في مصر، وكمان اعتنق الدين الإسلامي وتولى منصب رئيس الجهادية، وده منصب زي وزير الدفاع دلوقتي. وكان من أهم المساعدين بتوعه في الجيش هو محمد شريف باشا، وكان شريف باشا من الناس المقربين له، وكان بيثق فيه وبيعرفه أسرار عن الجيش محدش كان يعرفها. يعني كان بيتعامل معاه كأنه ابنه. فسليمان باشا الفرنساوي دخل شريف باشا بيته أكتر من مرة، وهناك شريف باشا اتعرف على نظلي هانم. وكان شريف باشا من الناس المثقفة، لأنه كان بيروح بعثات لفرنسا من عهد محمد علي باشا. فشريف باشا وقع في حب نظلي هانم، وهي كانت معروفة بجمالها، فكان متردد يكلمها في الموضوع ازاي. والحقيقة إنها كمان حبته ومستنية اللحظة اللي يطلب فيها هاتها. وفعلا خد الخطوة وتقدم لها. وشريف قال لأبوها: يا عم سليمان، أنا جاي طالب إيد بنتك نظلي. قال له: يا شريف يا ابني، إحنا بنشتري راجل. فشريف قال له: وأنا عاوزها بشنطة هدومها يا عمي ومش هنختلف. ودي كانت جوازة السعد على شريف باشا، بقى له تأثير قوي في السياسة المصرية. يعني مثلا هو مؤسس النظام الدستوري في مصر، وعشان كده كان ملقب بأبو الدستور المصري. وكمان أول واحد في تاريخ مصر يتولى منصب رئيس الوزراء 4 مرات، وكانوا في عهد الخديوي توفيق. وامتلك 30 فدان من أراضي طرح النهر، اللي هي منطقة العجوزة دلوقتي. فكان عاوز يعمل مسجد على النيل، بس مات قبل ما يحقق أمنيته. وكانت نظلي هانم عارفة قيمة الحلم ده بالنسبة لشريف باشا. كمان بناء المسجد حاجة هتقربه من ربنا، فقامت بتحقيق أمنية جوزها، وهي اللي أشرفت بنفسها على بناء المسجد، رغم إن عمرها كان عدى 90 سنة. والأهالي وقتها ما كانوش عارفين مين الست العجوزة اللي كل شوية رايحة جاية على المسجد ومهتمة قوي إنها تبني لآخر طوبة. فعشان كده الأهالي أطلقوا على المسجد مسجد العجوزة. وبعد كده الحي كله اتسمى نسبة للمسجد ده حي العجوزة. موقع المسجد ده قريب من كوبري الجلاء واسمه مسجد النيل. وعلى فكرة، نظلي هانم خلفت بنت اسمها توفيقة، وتوفيقة خلفت بنت اسمها نظلي على اسم جدتها. ودي تبقى الملكة نظلي زوجة الملك فؤاد وأم الملك فاروق. ودي كانت قصتنا النهاردة. شكرا، ونشوفكم في حلقة جديدة.